انفاق، ولاو العملاء ديالهم في اي بلد توجد لي يحمي مصالح الصهاينة ويحمي افكار الصهاينة ويحارب الاسلام ويحارب اخوته وكيلا عنهم بالوكالة. فكان الاعتداء على حرمات الله. الجوامع المساجد تتهدم وتتهاوى. كنت صاب يهودي واحد او تمس كن قام العالم كله يستنكر، مجلس الامن والامم المتحدة والعالم كله قلنا هذا منكر وهذا ارهاب. لكن المساجد اللي بنوها المسلمين بدمائهم وباموالهم وبرواحهم كتهدم على رؤوسهم. ثم تزداد هذه الهمجية ولا تتوقف هذه الأيام. الأبرياء يسقطون بحال كتموت الحشرات، ماشي دماء هذيك ديال المسلمين، هذيك حشرات كتموت في نظرهم وفي نظر المتواطئين معهم. النساء والأطفال والعجائز يصب عليهم الرصاص والمدافع فوق رؤوسهم. ونحن المسلمين أين نحن من هذا كله؟ هذا هو السؤال. احنا فين؟ شنو نمثلوا؟ وشنو نقولوا الله عز وجل من غيسألنا على هذيك الدماء ديال الأبرياء اللي احنا فالحين فيه كل لحظة وفي كل حادثة كينوضوا الناس يغلوا. بحال داك الببوش ملي كديرو في البرمه وينوض يزوي، ولكن غير كتطلع الغليه مزيان ويمد عنقو ويسكت. يكثر عندنا الحديث واللغط وتتعالى اصوات التنديد والاستنكار. ربما يغلق اصحاب المتاجر دكاكينهم والمدرسين مدارسهم والتلاميذ يخرجون الى الشوارع وتعقد الجلسات. احنا نجلسوا بدل باش نوقفوا بدون نقلبوا على نجلسوا. ثم بشويه بشويه كنبداو نولفوا، نجي قدام الكاميرا شاشه التلفزيون ونشوفوا البيوت تهدم والدماء تسيل والناس كتموت والمساجد تهدم، ونبداو كنولفوا داكشي كنطبعوا معاه كيولي عادي. بغي واحد يلقى لها شتي داروا لهم شتي داروا لهم كل هذا الحرام تكرفسوا عليه. لا حول. نشوفوا الجثث والاشلاء كتوزع شتى، رجل هنا ويد لهيه، نسأل الله العافية. ثم بعدها تبرد العواطف وتمشي الحياة على ما هي عليه. هنا لابد ما نشخصوا المرض، لأن اللي مريض إذا كاين شي مرض في هذه الأمة، كاين خلال ما خلاهاش تتحرك. التحرك راه ما هوش الغوات في الزناقي، راه ماشي ملي تخرجوا السفهاء يهرسوا الزجاج ديال السيارات ولا ديال، راه هذاك هو باش بتنصروا الفلسطينيين. يعني الحدث يستثمر عداءنا ضده.
باش يعرف في كاين المرض. احنا دابا الامه ما محركاش، مريضه فيها مرض كاين. الدليل هو هذا السفه ديال الصهاينه، حفنه ديال الصهاينه مليار كتحكم فيه. اذا هذا الجسد، هذا الجسم اللي ما بقاش كيتحرك، اذا فيه شي عطل، معطل، فيه شي خلل مشلول، فيه شي حاجه. وشنو هي هذه الحاجه؟ المريض اللي كيدير التحليلات كيلقى ليه الطبيب فين عندك سيدي المشكله. احنا الجسم ديال الاسلام ديال المسلمين فيه مشكله. اشنو صابنا؟ اش وقع لهاد الامه كاع اللي ماتت لهاد الدرجه؟ كيفاش انحطت وتدلت وتهانت حتى ولات في مرتبه انها لا يؤبه بها ولا بكلامها. اللي كننظروا الواقع ديال هذه الامه وفي التاريخ ديالها منذ انطلق بالدعوه الى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شنو نوجدوا؟ هذه الامه راها ما وقفتش وما تكونتش وتجمعت من شتات الا بشيء واحد. كانت مشتتة قبائل، شي يقتل شي، السيبة اللي يغلب شي كيقضي عليه. ولكن الله تعالى نهار بينقذ هذه الأمة دار لها سبب باش تجمعت. اشنا هو هذا الدين، بعت لها هذا الدين. اسمعش كيقول لك القرآن واذكروا، ما تنسوش، تفكر، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كان الحال ديال الأمة قبل ما يكون عندها هذا الإسلام شبيه بالحال ديالها اليوم في كثير من الوجوه. جاهد الدين وجمع هذه الأمة وبنى لها مجد، حضارة، فتح بها الدنيا، فتحوا البلدان، وصل الإسلام إلى أوروبا وإلى آسيا وإلى إفريقيا شمالا وغربا وشرقا. حقق المسلمون بالدين، هذه هي اللي خصنا نوصلها. في كاين الخلل، حققوا انتصارات ظاهرة، حاربوا كل انحراف، حاربوا كل الفساد كيف ما كان، حاربوا الظلم، حاربوا العدوان. وهنا جاتهم السيادة على الناس، ومن سادوا الناس وكانوا هم السادة والقدوة، ساد معهم العدل، وساد معهم الحق، وسادت معهم الكرامة والأمن والطمأنينة. كل الشعوب دخلت هذيك الساعة في أمان مع المسلمين، وما عمرهم اعتادوا على اليهود لأنهم خالفين. بل اليهود يعيشوا معهم، وتلقى المعبد ديال اليهود قرب المسجد، واليهودي يتاجر ولا من